عليكم. وأخيرا وقعت قرعة كأس التحدي الآسيوي، وأهلي حلب وحمص الفداء عرفوا مشوارهم الآسيوي وطريقهم الآسيوي بهاي البطولة، كيف رح يكون وكيف رح يبدأ ومين هن خصومهم. لكن السؤال الأساسي واللي بيهم كل مشجع سوري، مين يلي وقع بمجموعة سهلة ومين يلي وقع بمجموعة الموت؟ طبعا أهلي حلب رح يلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب بارو من بوتان، الأنصار من لبنان، وآهال من تركمانستان. أما نادي حمص الفداء فوقع بالمجموعة الثانية إلى جانب الاستقلال من طاجكستان، النجمة من لبنان، والعربي من الكويت. يعني من أول نظرة لهالمجموعات بنلاحظ إنه الفريقين السوريين أهلي حلب وحمص الفداء رح يعيشوا مغامرة آسيوية مختلفة تماما. مين عنده الفرصة الأكبر بالتأهل؟ ويا ترى مجموعة أهلي حلب هي المجموعة الأسهل ولا حمص الفداء قادر على انه يفجر مفاجأة كتير كبيرة، خاصة امام العربي الكويتي والنجمة اللبناني؟ خلونا يا اصدقائي سوا نحلل المجموعتين فريق فريق. لكن يا اصدقائي قبل ما نبدأ بالتحليل، اذا عجبك هذا الفيديو بدعوك انك تنزل لاسفل الفيديو وتشترك بقناتنا، ولا تبخل علينا ابدا بالضغط على زر اللايك. ويلا على التفاصيل. اولا اهلي حلب القرعة ابتسمت له. خلونا نبدأ باهلي حلب. الفريق السوري وقع بالمجموعة الأولى مع آهال التركماني، الأنصار اللبناني، وبارو البوتاني. بصراحة إذا بدنا نقارن المجموعات على الورق فممكن نقول إنه أهلي حلب وقع وحصل على قرعة جيدة نسبيا، لكن كلمة سهلة ممنوعة منعا باتا بكرة القدم. ليش؟ لأنه كل فريق وصل لدور المجموعات عنده سبب، وكل مباراة عن مباراة راح تكون مختلفة تماما. آهال التركماني الخصم الأصعب من وجهة نظري. آهال ممكن يكون الخصم الأهم والأصعب بالمجموعة. الفريق التركماني عنده خبرة جيدة وكتير كبيرة بالبطولات الآسيوية، والكرة التركمانية بشكل عام معروفة بقوتها البدنية وانضباطها التكتيكي. يعني أهلي حلب لما راح يواجه آهال مباراة ما راح تكون سهلة أبدا، لكن بنفس الوقت هاي المباراة ممكن انها تكون مفتاح المجموعة. اذا اهلي حلب قدر يطلع بثلاث نقاط من مواجهة آهال راح يعطي نفسه افضلية كتير كبيرة قبل المواجهتين المتبقيات. الانصار اللبناني مباراة عربية بطابع خاص. هون المباراة مع الانصار اللبناني راح تكون مختلفة تماما. ليش؟ لانه نحن عم نحكي عن فريقين من منطقتنا العربية، واللاعبين والمدربين عندهم معرفة كتير كبيرة باسلوب بعض. والانصار تحديدا فريق عنده خبرة كتير كبيرة بالمسابقات الاسيوية، لكن هاي المباراة ممكن تكون من اكثر المباريات يلي اهلي حلب قادر ينافس فيها ليحصل على النقاط. والاهم اهلي حلب اذا كان قادر انه يفوز على الانصار حيكون قطع خطوة كتير كبيرة بالتأهل. اما الخصم الاخير لنادي اهلي حلب بمجموعته هو بارو البوتاني، المباراة اللي لازم تنحسم. هون بصراحة اذا اهلي حلب داخل البطولة بهدف التأهل فهاي المباراة لازم تكون من ضمن اولويات الفريق، مو لانه المباراة مضمونة، لا، لكن لأن الفريق السوري لازم يعرف كيف يستغل المباريات يلي على الورق تعتبر أقل صعوبة. 3 نقاط أمام بارو ممكن تكون أغلى من أي مباراة تانية، لأنك عم تجمع نقاط المباراة الأصعب مع مباراة بتكون أقرب للفوز على الورق، بتصير فرصتك أكبر بكبير بالتأهل، وخاصة أنه تجمع هاي المباريات راح يكون على أرض بارو في البوتان. طيب هلا ممكن يجي يسألني حدا هل أهلي حلب قادر على التأهل؟ أنا شخصيا بشوف إنه أهلي حلب عنده فرصة حقيقية كتير كبيرة للتأهل، خصوصا إنه الفريق دخل البطولة بمعنويات جيدة بعد ما نجح بتجاوز الشرطة البنغلاديشي بهدف نظيف وحجز مكانه بالمجموعات. والاتحاد الآسيوي أكد إنه أهلي حلب حسم تأهله في عمان على الشرطة البنغلاديشي بهدف وحيد، كان هذا الهدف في توقيع خوان رودريغيز. يعني الفريق عرف كيف يلعب مباراة ضغط ويحافظ على تقدمه، وهذا الشيء
راح يكون مهم جدا لنادي أهلي حلب بدور المجموعات. بننتقل للمجموعة الثانية اللي هي مجموعة حمص الفداء، وهون القصة مختلفة تماما. ليش؟ لأن حمص الفداء وقع مع الاستقلال الطاجيكي والنجمة اللبناني والعربي الكويتي. بصراحة هاي المجموعة بالنسبة إلي هي أصعب من مجموعة أهلي حلب، وخاصة على الورق. ليش؟ لأنه عندك العربي الكويتي واستقلال الطاجيكي والنجم اللبناني عندهم خبرة كتير كبيرة بالاستحقاقات الآسيوية، وكل واحد منهم قادر على أنه ينافس على صدارة هاي المجموعة. لكن هذا ما بيعني أنه حمص الفداء رايح ضيف شرف يشارك بالبطولة ويرجع على سوريا من أول وجديد. بالعكس، حمص الفداء وصل لهون بعد ما خاض مباراة من أقوى المباريات بالدور التمهيدي، وكانت هاي المباراة أمام نادي دوردي القرقستاني. أول خصم هو استقلال طاجكستان، هذا اسم كثير معروف في الكرة الآسيوية. الفريق الطاجيكي عنده خبرة كثير كبيرة قاريا، واللعب أمامه راح يكون اختبار حقيقي لحمص الفداء، خصوصا من الناحية البدنية والناحية التكتيكية. لكن بنفس الوقت حمص الفداء أثبت بالدور التمهيدي أنه قادر يتحمل الضغط، خاصة لما لعب أمام دوردي القرقستاني، وكانت المباراة خارج أرض حمص الفداء. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي، وبعدها وصل الفريقين لركلات الترجيح، وهنيك حسم حمص الفداء النتيجة بنتيجة 8-7 بواسطة ركلات الترجيح. يعني الفريق السوري حمص الفداء دخل دور المجموعات وهو خايض تجربة قوية جدا، وتجربة كانت جدا صعبة عليه وقدر يتخطاها. النجم اللبناني بعد استقلال طاجيكي بيجي النجم اللبناني، وهون كمان راح تكون مواجهة قوية. النجم فريق جماهيري وعنده تاريخ طويل بالكرة اللبنانية، وبالتالي المباراة حتكون مفتوحة على كل الاحتمالات والاتجاهات. لكن بالنسبة لحمص الفداء هاي المباراة ممكن تكون حاسمة. ليش؟ لأنه إذا الفريق السوري قدر يحقق الفوز أو حتى يطلع بنقطة خارج الحسابات الصعبة، رح يرفع حظوظه بشكل كتير كبير، خصوصا أن المنافسة على المركز الثاني بهاي المجموعة راح تكون شرسة جدا. العربي الكويتي والاختبار الأكبر بهاي المجموعة. هون وصلنا لأكبر اسم بهاي المجموعة، العربي الكويتي. العربي الكويتي يلي عنده اسم كبير وخبرة آسيوية كتير كبيرة وجماهير ضخمة. مواجهة فريق بهذا الحجم راح تكون اختبار كتير حقيقي وكتير كبير لحمص الفداء. ليش؟ لأنه أحيانا المباريات يلي بتكون ضد فريقه وعلى الورق هي المباريات يلي بتخلق المفاجأة. حمص الفداء ما عنده شي يخسره. الفريق إذا لعب بتركيز وسكر المساحات واستغل كل فرصة راح تجي، فليش لا؟ لأنه كرة القدم ما بتعترف في الأسماء لحالها. إذا جينا حكينا بعد ما فصفصنا كل مجموعة على حدا وكل فريق على حدا، مين يلي عنده الفرصة الأكبر بالتأهل؟ هون السؤال يلي أكيد رح تسألوه، أهلي حلب ولا حمص الفداء؟ إذا بدنا نحكي على الورق، أهلي حلب عنده أفضلية بسيطة لأنه مجموعته تبدو أقل صعوبة نسبيا. لكن إذا بدنا نحكي عن الروح والقتالية، حمص الفداء أثبت أنه ما بينخاف عليه. الفريق لعب مباراة صعبة جدا أمام دوردي ووصل لركلات الترجيح، ومع هيك ضل مركز لآخر ثانية بالمباراة. وهذا النوع من التجارب ممكن يكون سلاح مهم جدا في دور المجموعات. طيب كيف رح يتأهل الفريقين؟ هون لازم نذكر نقطة مهمة، دور المجموعات رح يكون بنظام مركزي، وكل مجموعة بمنطقة الغرب بتضم 4 فرق، والهدف بالنسبة للفريقين السوريين واضح، الصدارة أو على الأقل المنافسة على المركز الثاني. لأن بمنطقة الغرب في 3 مجموعات بيتأهل متصدر كل مجموعة للربع النهائي، بالإضافة إلى أفضل وصيف. يعني ما لازم الفريق يفكر فقط بالفوز، حتى فارق الأهداف ممكن يكون مهم جدا. ممكن فريقين ينهوا المجموعة بنفس النقط، وتصير الأهداف والتفاصيل الصغيرة هي بتحدد مين يكمل ومين راح يغادر. هلا إذا جينا تخيلنا وحلمنا بالسيناريو المثالي لنادي أهلي حلب، إذا بدنا نحط سيناريو مثالي، أهلي حلب بيفوز على بارو، بيحاول يطلع نتيجة إيجابية
قدام الأنصار، وبعدين يدخل مواجهة آهار وهو عنده أفضلية بالنقاط. لو قدر الفريق يجمع مثلا 6 نقاط من أول مواجهتين، وقتها رح يصير الضغط على المنافسين أكبر، وساعتها أهلي حلب ممكن يدخل الجولة الأخيرة وهو ضامن التأهل بنسبة 90%. أما السيناريو المثالي لحمص الفداء، حمص الفداء لازم يتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي بطولة، خصوصا أنه مجموعته أقوى على الورق. الفوز على النجمة أو العربي رح يكون ضربة قوية للمنافسين، والتعادل أمام فريق قوي ممكن يكون نتيجة ممتازة. لكن أهم شيء ما يخسر الفريق مباراة كان ممكن يطلع أقل شيء منها بنقطة، لأنه كل نقطة راح تكون مهمة جدا. يا ترى هل ممكن نشوف فريقين سوريين بربع نهائي بطولة كأس التحدي الآسيوي؟ هون الحلم الكبير. تخيلوا أهلي حلب يتصدر المجموعة وحمص الفداء بينجح بالحصول على أفضل مركز ثاني، وبالتالي رح نشوف فريقين سوريين بربع نهائي بطولة آسيوية. السيناريو أبدا مو سهل، لكن ما هو مستحيل، خصوصا أن الكرة السورية بحاجة لهيك لحظات ترجع فيها الأندية السورية تظهر على الساحة الآسيوية بشكل قوي. بالنهاية القرعة أعطتنا مواجهات مثيرة. أهلي حلب بالمجموعة الأولى مع آهار والأنصار وبارو، وحمص الفداء بالمجموعة الثانية مع استقلال طاجيكي والنجم اللبناني والعربي الكويتي. على الورق مجموعة أهلي حلب بتبين سهلة، لكن حمص الفداء أثبت إنه فريق ما ممكن إنه يستسلم بسهولة. هلا ما عاد في قرعة وما عاد في حسابات، كل شيء رح ينحسم على أرض الملعب. برأيكم مين رح يتأهل، أهلي حلب ولا حمص الفداء من مجموعاتهم؟ وهل ممكن نشوف فريقين سوريين بربع نهائي بطولة آسيوية؟ اكتبوا لي آرائكم بالتعليقات، ولا تنسونا من دعمكم، لأنه المشوار الآسيوي بلش من أول وجديد. ولا تنسوا إنه هاي السنة مشارك فريقين سوريين بدل فريق. لهون أصدقائي وصل معكم لنهاية هذا الفيديو. بتمنى إنه يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. تبقوا بخير وصحة.